ازيكم مكملين في سلسله افكار ديكورات بفيديوهات جديده وتصميمات مختلفه. طبعا من اهم ديكورات الشقه الحيطه اللي ورا السرير، ده بيكون مختلف شويه وبنهتم بالديكور بتاعه. علشان كده اهتميت ان انا اعمل فيديو بشرح فيه بعض الديكورات ونعرض فيه تصميمات جديده. طبعا احنا عندنا سلسله فيديوهات تشطيب شقتك مكملين فيها برضه، وهسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن وكمان في الاي اللي ظهرت دلوقتي. وكمان سلسله افكار ديكورات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن. ادخل اتفرج واعرف معلومات جديده بدون اي مقدمات كتير. يلا نبدا بالانترو. كل واحد فينا تقريبا بيكون عنده ذوق وفكر معين، علشان كده في الفيديو ده هعرض عليك تصميمات وافكار مختلفه. احنا ممكن نعمل الحيطه اللي ورا السرير بلون ساده وشكرا على كده، ممكن اعلق التابلوهات على الحيطه واكسر الريتم بتاع اللون الساده اللي على الحيطه، ممكن اجي على الجناب واعلق دلايات اضاءه من السقف او اعمل ابليكات على الحيطه ويكون برضو عملت تغيير، ممكن كمان ازود شويه في التغيير واعلق مرايه. طب عايز اعمل تجليده في الحيطه؟ سهله وبسيطه، انا ممكن اعمل تجليده خشب باشكال وتصميمات مختلفه على حسب مساحه الحيطه ذات نفسها، هيفرق معايا طبعا في التصميم اللي هيتنفذ وطبعا يكون مناسب مع الغرفه. وكمان انا ممكن اعمل تجليده كابوتونيه برضو باشكال وتصميمات والوان مختلفه، وهي بتكون مناسبه ومساعده في عزل الصوت اللي جوه الغرفه. يا لئيم انت يا لئيم مش كده. بالنسبه اللي بتحب ورق الحائط برضه ممكن نستخدمها، نوفق التصميم والالوان بتاعه ورق الحائط مع تصميم السرير، يكون المكان كله متكامل مع بعض. عندنا برضه البانوهات الفيوتيك او الخشب، دي بتطلع افكار كتيره برضه، في منها الكلاسيك والنيو كلاسيك، والمنتشر الفتره دي في السوق هو النيو كلاسيك. ممكن تعلق ابليك على الحيطه يمين وشمال السرير، وكمان ممكن تحط تابلو في النص، او ممكن تسيب البانوهات دي ساده وتعلق دلات اضاءه من السقف. في بعد كده بقى افكار للجيبسون بورد والليد العادي والليد بروفايل، طبعا في اشكال وتصميمات على حسب اختيارك انت. دلوقتي بقى هسيبك تتفرج على كل الافكار دي.
وبس كده يكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عندك اي اسئله او استفسار اسالني في الكومنتات. انا عماد علي، انتيريور ديزاينر، وبعمل فيديوهات علشان افيدك. سلام.